الحلقة رقم 5. 3 أخطاء تبوظ الدايت في رمضان وانت مش واخد بالك. ناس كتير بتدخل رمضان وهي متحمسة تخس، بس بعد أول أسبوع بتلاقي الميزان ثابت أو حتى الوزن زاد. ليه؟ لأن في 3 أخطاء قاتلة بتقع فيها ومجهود الصيام بتاعك كله بيروح وبتلاقيك زايد. أول غلطة، اللقمة بتساوي كارثة. لازم نركز في الحتة دي. اول حاجة بتدخل جسمك بعد يوم صيام بتحدد حرقك وهتخزن دهون ولا لا. معظم الناس بتبدأ الفطار بتاعها بكميات ضخمة جدا من الاكل، سكريات، نشويات، مقليات، فتلاقي نفسك بعد نص ساعة كسلان وتعبان ومش قادر تتحرك. طب ليه؟ لان مستوى السكر ارتفع في جسمك، فالجسم بدأ يخزن دهون بدل ما بيحرق. تخيل بقى. طب ركز بقى عشان هقولك الحل ايه. ابدأ دايما فطارك بحاجة خفيفة زي التمر والمية، وبعدها طبق شوربة صغير، طبق سلطة، عشان جسمك يمتص الاكل واحدة واحدة وما يدخلش في الصدمة اللي احنا قلنا عليها. تاني غلطة، الحلويات والعصاير العدو الخفي. نركز في الحتة دي قوي. في رمضان بنفتكر ان الحلويات والعصاير حاجة اساسية بعد الفطار، لكن الحقيقة انهم بيدمروا الدايت خالص. العصاير المحلاة مليانة دايما بالسكر وبتعلي مستويات الانسولين، وده معناه تخزين دهون مش حرق. الحلويات الشرقية زي الكنافة والقطايف بتبوظ مجهود اليوم كله في 5 دقايق. طب الحل، لو نفسك تاخد حاجة حلوة جرب الفواكه الطازجة، البدائل الصحية زي القطايف المشوية، الزبادي اليوناني بالعسل، زبادي بالفاكهة. حاجات بسيطة وحلوة ممكن تعوضك عن القصة دي. الغلطة الثالثة بقى والأخيرة، السحور اللي بيجوعك بدل ما بيشبعك. السحور المفروض يخليك صايم مرتاح، مش تقوم جعان بعد 4 ساعات. المشكلة ان معظم الناس بتاكل العيش الابيض، الحلويات، النشويات كتير، وده بيخلي السكر يعلى بسرعة وبعدها بينخفض، فبتلاقي نفسك جعان بدري جدا. طب الحل بقى، خلي سحورك غني دايما زي ما بنقول بالبروتينات والالياف زي الزبادي اليوناني، البيض، الفول بالزيت، زيت الزيتون مثلا، الشوفان بالحليب، البليله بالشوفان. دي الحاجات اللي هتشبعك فترات اطول وتديك طاقه ما توقعكش في نص اليوم. خلاصة الكلام، لو عايز تخس في رمضان تجنب ال3 حاجات اللي انا قلت عليهم دول. ما تاكلش كميات كبيرة ضخمة في الفطار، نظم اكلك وابدأ بشوربة وسلطة، قلل الحلويات والعصاير والسكر الزايد لان هو العدو الاول لحرق الدهون. اختار سحور ذكي من البروتينات والالياف. هم دول المفاتيح اللي هتخليك ما تجوعش طول اليوم وصحتك تبقى احسن. عايز تخس بجد في رمضان، ركز انك تاكل بذكاء مش بكميات كتير. جرب النصايح دي وقول لي ايه رأيك. لو عندك مشكلة معينة في الدايت يا ريت تقول لي عشان احلها لك. رمضان أحلى مع صانع التغيير دكتور هشام الوفي. كل عام وأنتم بخير.